يلا بينا نعمل احلى طريقة للرز بشعرية. معايا هتجربي الخطوة دي، هتفرق جدا في طعم اكلك ومش هتبطلي تعمليها ابدا ابدا ابدا. حاجة كده عمرها ما هتيجي على بالك ان انت لو حطيتيها في الرز يطلع الرز بالسحر ده. بجد هيطلع طعمه روعة. اي حد هيدوقه مش هيبقى مصدق انت حاطة جواه ايه. وكمان هيطلع ناجح ومظبوط ومفلفل كده وروعة من أول مرة. لو أول مرة تتابعيني ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد بيه. وما تنسيش تعملي اشتراك أو سبسكرايب موجودة أسفل الشاشة. تضغطي على علامة الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أول ما ينزل. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. أول حاجة أنا عندي هنا النسب بتاعة الرز بالشعرية. انا بحب ان انا يكون مثلا كوباية شعرية معاها كوباية رز. لو هتضيفي في ناس بتحب ان الشعرية تكون اقل من الرز. بصراحة انا بحب ان الاتنين يكونوا قد بعض. الشعرية ميزتها انها بتخلي الرز معاكي يطلع مفلفل كده و... ومش ملزق في بعضه، وكمان بيطلع طعمه حلو. طعم الشعرية كمان حلو جدا لما بتتحمر وبتاخد حقها كويس اوي في التحمير. بتدي طعم للرز بجد. اهم حاجة الشعرية عندك تكون متحمرة كويس، الرز مغسول كويس، ودوقي بقى احلى رز في العالم. توابل كتير لا، مش هنضيف توابل كتير. مرق الدجاج لا، ما بنضيفش مرق الدجاج. عندك شوربة حطي شوربة، ما عندكيش خلاص تحطي مية مغلية فقط لا غير. تمام. على قد الملح والفلفل الاسود مش اكتر من كده. بلاش نجود في الرز يا جماعة، بلاش نزود يعني من عندنا. تمام. فأنا عندي هنا في الحلة حوالي 3 معالق كبار من الزيت. وأهو هولع على البراد بتاع المية على العين كده اللي جنب الرز أهو، علشان مسافة ما الرز عندي يبدأ يكتمل تكون المية غليت عندي. طبعا لو عندك كاتل استعمليه، أنا بصراحة بس يعني ما بقيتش بحب استعمل الكاتل الفترة الأخيرة لأنه بيسحب في الكهربا جامد، والكهربا بقت كارت. تمام. ف هي بس الفكرة في كده، انما لو عايزة تستعملي الكاتل اهم حاجة المية تكون مغلية بس. الرز ما ينفعش تحطي له مية ساقعة، هيعجن منك، مش هيستوي اصلا. ولو استوى هيطلع معجن وملزق في بعضه وطعمه استغفر الله العظيم. فهي الشعرية ميزة الملح اللي احنا بنضيفها دلوقتي مع الشعرية وهي بتتحمر ان الشعرية عندك كده بتتفلفل كويس. هنقلب بقى الشعرية جامد كده مع الملح. لان كل ما الشعرية اتقلبت مع الملح وهي بتتحمر بتلاقي الشعرية بتاعتك كلها بتاخد لون واحد. بتلاقيها بتبتدي كده تاخد معاكي لون حلو اوي وتتحمر مظبوط. وكمان ده بيساعد ان هي تبقى مفلفلة كده، والرز برضو يكون مفلفل وما يكونش ملزق في بعضه. تمام. هستنى لما الشعرية تبدأ تاخد لون. طبعا في الأثناء دي أنا بغسل الرز وبصفيه كويس قوي من المية. ومهمة برضو خطوة ان انتي تصفي الرز من المية. تعالوا بقى للسر اللي حكيت لكم عنه في اول الفيديو. هو ده السر يا جماعة. هي دي الطريقة الجامدة جدا لعمل اي نوع رز، سواء حباية وحباية، سواء رز ابيض، سواء رز بالشعرية. اي رز ما عدا الرز المدسوس في الفرن ضيفيله فص توم مفروم ناعم جدا جدا جدا. بصوا انا جايبه المبشره الصغنونه خالص دي عشان ابشر بيها التوم لما اكون محتاجه مثلا فص توم في الطبخه بتاعتي ومش عايزاه يبان خالص. بفرمه صغنن وناعم كده في المفرمه الصغيره دي او المبشره الصغننه دي. تمام. وهبدا بقى اقلب بسرعه كده فص التوم. طبعا لو تلاحظوا ان انا ما ضفتش التوم في بدايه تحمير الشعريه، انا ضفته دلوقتي ليه؟ لان التوم بيتحمر بسرعة جدا جدا جدا. يعني ما بياخدش وقت على النار اصلا، ما بياخدش اقل من ثانية على النار. فلو انا ضفته مع بداية الشعرية وهي بتتحمر كان هيتحرق ويمرر. تمام. فانا استنيت لحد ما الشعرية خدت لون. دلوقتي انا ضفت ايه يا جماعة؟ انا ضفت الفلفل الاسود. الفلفل الاسود برضو ما ضفتوش من الاول عشان ما يتحرقش، ولكن ضفته مع تحمير الشعرية كده في الاخر علشان
ريحته تطلع، والتوابل لما بتتحمر أو بتتحمص كده مع الطبخة غير لما بتحطيها كده في وسط الأكل، غير لما بتحطيها وهي نية. في الأول بتدي طعم تحفة. جربي كده تحمصي أي توابل بتحطيها مع الزيت، هتديكي طعم حلو قوي قوي قوي. طيب أنا كده الشعرية خدت عندي لون ذهبي مظبوط جدا، أنا مش عايزة أكتر من كده، مش عايزة أحمرها أكتر من كده، أكتر من كده هتكون اتحرقت يا جماعة. فزي ما انتوا شايفين أهو هبدأ أشوحها كده على النار. أهم حاجة يا جماعة خطوة تشويح الرز دي مع الشعرية. الخطوة دي بتخلي كل رزاية يبقى عليها كمية من المادة الدهنية، سواء الزيت أو السمنة اللي انت حطاها. فالفكرة هنا ان الرز بيطلع معاكي مفلفل وتحفة بجد. طبعا بنزود الرز مية مغلية، ما ينفعش تزودي الرز مية ساقعة. بصوا انا دلوقتي بزوده مية مغلية اهو، فلو تلاحظوا ان عملية الغليان ما وقفتش، لا هي مكملة اهو. لو زودت مية ساقعة هتوقف عملية السوى بتاعة الرز، وهتخلي الشوربة ما تغليش كده من حواليه، او المية ما بتغليش من حواليه. بصوا لو تلاحظوا انها ما شاء الله بتغلي اهو، والرز على طول هيبدأ يتشرب. بعد كده هناخده على عين هادية ونسيبه لحد ما يتشرب تماما. لو تلاحظوا كمان يا جماعة فص الثوم ما اتحرقش ولا مرر ولا عمل اي حاجة، لان كل حاجة ليها وقت معين بنضيف فيها يعني كل خطوة كده ليها طريقة معينة وليها وقت معين. ما ينفعش نضيف الثوم مع الشوربة في البداية، مع الشعرية سوري في البداية. ما ينفعش الشعرية نسيبها تتحرق أكتر من اللازم. ما ينفعش نضيف الفلفل الأسمر والملح والحاجات دي من البداية خالص، ما ينفعش. تستني شوية لما الشعرية تبدأ تندمج كده في الزيت وتبدأ تفلفل كل حباية بحبايتها لوحدها، ما تلزقش في بعضها. بعد كده تحطي الملح، بعدين شوية وتحطي الفلفل الأسمر عشان ما يتحرقش شوية بقى. ولما تلاقي الشعرية معاكي ابتدت تاخد وتدي كده بتضيفي فص الثوم. بصوا بقى يا جماعة أنا هنا هديت عليه على نار عالية. الرز في البداية بنهدي عليه على النار العالية، بنغطيه سوري على النار العالية لحد ما يتشرب، وبعد كده بتاخديه على النار الهادية، أو عين توطيها خالص وتحطي عليها الشياطة بتاعة الرز. أنا بصراحة مش لازم أحط الشياطة خالص، أنا بحطه على العين الهادية بتاعة القهوة، طبعا كلنا عارفينها اللي هي أقل عين في البوتاجاز. تمام. هنا حسيت ان هو محتاج شوية مية زيادة، مفيش مشكلة. من الحاجات الحلوة جدا لما تكوني بتطبخي ان انت ما تزوديش الملح من البداية. لو حسيتي ان طبختك في نص وهي بتستوي كده محتاجة ملح تبقي تزودي، لان لو الملح عندك زاد هتبقى مشكلة، انما لو قليل ما فيهاش مشكلة خالص، هتفضلي تزودي لحد ما الدنيا تتظبط. كذلك المية بتاعة الرز او الشوربة بتاعة الرز او العقد يعني بتاع الرز زي ما بيسموه، لو زاد منك قوي هيعجن، ولو قليل عادي ممكن تضيفي كمان شوية. الفكرة بس ان انت لازم يكون عندك في الكاتل او البراد شوية مية سخنين. بصوا بقى يا جماعة، بصوا الجمال والحلاوة والرز الطري جدا المستوي بطريقة مظبوطة جدا جدا جدا. اتفرجوا بقى على جماله وحلاوته كده. انا عايزة اوريكم الرز مفلفل قد ايه، مستوي قوي، واخد كمية مظبوطة جدا من الدهون اللي هي السمنة او الزيت. بجد تحفة يا جماعة، جربوه على طريقتي وهيعجبكم جدا جدا، مش هتبطلوا تعملوه. هي دي كانت طريقة الرز بشعرية، والسر كله في الخطوة اللي احنا عملناها دي. هتعجبكم قوي لو جربتوها. اتمنى تكون الطريقة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تنسوش كمان تعملوا سبسكرايب او اشتراك موجودة اسفل الشاشة. اضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد اول ما ينزل. وتابعوا بقى الوصفات الجامدة جدا اللي بتنزل على القناة، وإن شاء الله دايما ننال إعجابكم وتستفيدوا دايما من الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. أسيبكم بقى مع الرز التحفة ده، وقبل ما أقفل هقول لكم ما تنسوش أي أكل حلو لما تكونوا بتعملوه تصلوا على النبي وتذكروا الله كتير وانتوا بتعملوا الأكل هيطلع جميل جدا وبألف هنا.